السلام عليكم. الدوريات خلصت وفي دوري واحد بس هو لسه شغال. عايزين نتكلم بقى على الدوري ده، وانتوا عارفين الدوري ده هو الدوري المصري. خلينا نتكلم على الدوري المصري. الدوري المصري اتأسس سنة 1948، واكتر واحد فاز باللقب طبعا انتوا مش محتاجين اقول هو مين، هو الاهلي طبعا ب 42 لقب. وقيمة أول نسخة في البطولة سنة 1948، وفي الموسم ده حصل على اللقب النادي الأهلي. أول لقب فيه في البطولة بيجي ورا برضه بسبع أندية: الزمالك ب 14 مرة، والإسماعيلي بمرتين، والترسانة وغزل المحلة والأولمبي بمرة واحدة. عدد فرق الدوري 18 فريق بيخشوا ينافسوا على اللقب كل شوية، بس في فريقين ما عمرهم هبطوا للدرجة التانية، وهو فرقة الأهلي والزمالك طبعا، وكلنا عارفين الكلام ده. 18 فريق بيقعدوا ينافسوا على الصدارة ويهبطوا، لكن في اتنين ثابتين هما الأهلي والزمالك. هقول لكم بقى عن أسرار وأسماء بعض النوادي من زمان واتغيرت في الموسم اللي احنا فيها دي. أول نادي طبعا احنا عارفين نادي فاروق. نادي فاروق هو نادي الزمالك اللي معاه اللقب ب 14 مرة. هقول لك على حاجة: تعرف نادي الأسيوطي سبورتس؟ نادي الأسيوطي سبورتس ده هو نادي بيراميدز، ده كان اسمه من 2008 لحد 2018. نادي زد اللي لسه صاعد الدوري السنة دي كان الأول اسمه مصر، وبعدين اتغير من 2020 وبقى اسمه نادي زد. تعالوا بقى نتكلم عن هدافين الدوري المصري. وهدافين الدوري المصري هم هدافين، التسعة دمت على مدار التاريخ. وأول واحد اسمه حسن الشاذلي ب 173 هدف، وده هداف التاريخي للدوري المصري. بيجي وراه كابتن حسام حسن اللي كلنا عارفينه، اللي لعب في 4 أندية هما الأهلي والزمالك والمصري والترسانة، وبرصيده 138 هدف. رقم 3 على الهدافين هو السيد الزاوي، اللي يكون لعب في نادي الأهلي والترسانة وجاب 27 جول. الرابع هو مصطفى رياض لاعب الترسانة اللي معاه 122 هدف. تخيل كده عبد الله السعيد جاي في المركز الخامس برصيد 120 جون، بعد محمود الخطيب ب 109، وبعد بيبو بيجي احمد الكاس، وبيجي بعد احمد الكاس ابو تريكة، وبيجي بعد واخيرا جمال عبد الحميد لاعب الاهلي والزمالك. هو الوحيد اللي لعب في الاهلي والزمالك بس برصيد 101 هدف، وهو في المركز التاسع. طالما كملت لحد هنا فما تنساش تحط لايك واشتراك للقناة عشان تشوف اللي فات والجاي. وهقول لك على الحاجة الأخيرة خالص في الفيديو، وحاجة مهمة لازم تسمعها: ومين سبب إنشاء الدوري المصري؟ سبب إنشاء الدوري المصري هقول لك عليه: الراجل الصحفي محمود بدر الدين. وكان في عز أيام صعبة جدا، ما أنا قلت لكم في 1948، يعني أيام الملك فاروق، بعد الخسارة من الحرب اللي كان الملك فاروق هيخسر مصر كلها أصلا. بالرغم من كده الناس فكرت ان السبب ده سبب سياسي وكده، وانه ظلم الراجل اصلا كان عايز يعمل الدوري علشان يبقى زي الدوري الانجليزي. الراجل بريء يعني، ما مش عايز يعمل امور سياسية ولا حاجة، هو عايز يخليه شبه الدوري الانجليزي. وبالرغم من اللي اتقاله من الظروف السياسية في البلد والاقتصادية، بس تم الموافقة من الاتحاد المصري لكرة القدم بإنشاء الدوري. وبيكون الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان تشوف اللي فات واللي جاي.